بسم الله الرحمن الرحيم. احتفلنا بالسوبر، تعالى بقى نطمن على فرقتنا، وتعالى بقى نتكلم على المباراة ونقول جيس سروب عمل ايه في مباراة الزمالك وبدأ ازاي، والشكل والتنظيم بتاع لاعبي النادي الاهلي اللي هو سببه جيس سروب. اولا تشكيل النادي الاهلي: محمد شريف حراسة المرمى، 2 مساكين ياسر وياسين مرعي، بقرايه محمد هاني باك ليفت، احمد نبيل كوكا، 3 في نص الملعب او 2 ارتكاز في نص الملعب، اليو ديانج ومروان عطيه، قدام منهم احمد السيد زيزو كرقم 10، على اليمين بن شرقي، على الشمال تريزيجيه، راس حربه صريح جريديشار. اولا تعالى نتكلم في نقاط ايجابيه لجيس سروب مع النادي الاهلي منذ توليه القياده الفنيه للنادي الاهلي. تعالى نتكلم في الشيء الايجابي والشكل اللي هو عمله جيس سروب. اولا اعاد التنظيم للنادي الاهلي، رقم 1 اعاد التنظيم للنادي الاهلي وشكل النادي الاهلي وتنظيم اللعيبه في الملعب. وكون ان انت تبقى مستحوذ، ومحمد الشناوي في مباراه المصري، في مباراه سيراميكا، والمباراه اللي قبل المصري اكون انا مستحوذ ومحمد الشناوي ما يتهددش مرماه، فمعنى كده ان انا استحواذي ايجابي، ومعنى كده ان الخطوره بتقل عليا، ومعنى كده ان دايما الكوره وهي تحت رجلك ده افضل طريقه للدفاع. هتقول لي ازاي؟ طب ما انا تحت رجليا الكوره، فمعنى ان انا يبقى تحت رجليا الكوره يبقى انا بدافع بشكل كويس، برغم ان انا بهاجم اهو، ولكن انا مفيش خطوره عليا. ما دام الكوره تحت رجليا يبقى مفيش خطوره عليا. في نفس الوقت لعب 2 ارتكاز، مروان واليو ديانج، واقتنع باليو ديانج وامكانيات اليو ديانج. فمروان واليو ديانج الاثنين بيلعبوا ارتكاز، كانت الكوره والتحولات اللي بتيجي عليا بخطوره، وقف 2 ياخدوا الكوره الثانيه. فده دليل على شغل جيش سروب ودليل على تنظيمه في الملعب، والناس اللي معاه في الجهاز الفني بتشتغل. غير طريقه اللعب، دي رقم 2. غير طريقه اللعب. طريقه اللعب اللي هي ايه؟ كنت بلعب 4-3-3، بقيت بلعب 4-2-3-1. وقلت لك كتير ان الطريقه دي انسب طريقه للنادي الاهلي. جو ان انا العب 4-3-3 ده شيء كان بيعمل خطوره عليا. ليه؟ كنت بلعب بمروان عطيه بس لوحده في نص الملعب. فكون ان مروان عطيه بيلعب لوحده في نص الملعب دي مشكله عليا يا جماعه، دي مشكله مش سهله. ليه؟ ان انا لما كنت بروح بهجمه سواء من اليمين او الشمال او من عمق الملعب، كانت الكره لما بترتد عليا، هل مروان هيقف لك ورا الهجمه هنا، ولا يغطي المساحه اللي في نص الملعب، ولا يغطي المساحه اللي على الشمال؟ ولا لما بيحصل تحول من اليمين للشمال والفرقه المنافسه ليا بتعمل باص بشكل قطري عليا، كان ايه اللي بيحصل؟ هل مروان هيغطي هنا ولا هنا ولا هنا؟ فكون ان هو يلعب ب2 ارتكاز دي ميزه وتنظيم من جيس سروب، لانه عرف ان النادي الاهلي عنده اخطاء كتيره في الدفاع. طب الاخطاء دي اعالجها ازاي؟ بال2 ارتكاز. طب الاخطاء دي اعالجها ازاي؟ ان اخلي 2 في نص الملعب يرجعوا الاستحواذ بسرعه، لان طول ما الكره معايا وتحت رجليا الدنيا معايا كويسه. فدي تحسب لجيس سروب. رقم 3 اعاده الثقه لاليو ديانج. وخليك معايا رقم 4، لكن رقم 4 دي مهمة جدا. رقم 3 اعاد الثقة لاليو ديانج، وعرف امكانيات اليو ديانج واقتنع بيه، برغم ان ريفيرو وصل لنا، او ريفيرو وصل لنا صورة ان اليو ديانج ده لا يصلح ان هو يكون موجود في النادي الاهلي. هو الراجل ما قالش، لكن طريقته ما كانتش بتعتمد على اليو ديانج. فاليو ديانج في التحولات كويس جدا، اليو ديانج في الضغط رهيب جدا، اليو ديانج بيرجع لك الاستحواذ بشكل كويس جدا. فدي تحسب لجيش سروب. دي رقم 3. رقم 4 جيش سروب حير كل المدربين ازاي وكل المنافسين ازاي. هقول لك ازاي. كون ان هو يلعب بزيزو كرقم 10، وكون ان زيزو يكون الراجل الثالث في اي مثلث في الملعب. ازاي الراجل الثالث في اي مثلث في الملعب؟ هقول لك ازاي. احمد سيد زيزو لو الهجمه من ناحيه بن شرقي من ناحيه اليمين، وبيميل عليه جريديشار وبيميل محمد هاني، بيروح احمد سيد زيزو كراجل ثالث. لو جريديشار او بن شرقي ومحمد هاني بينضم ليهم زيزو لاما يكون المثلث ليهم وبياخد الكوره، لاما زيزو بياخد الكوره الثانيه اللي هي الخطيره. ازاي؟ بيسحب مدافع وهو بيروح في المكان الفاضي، زي ما حصل في مباراه سيراميكا كليوباترا. فهو الراجل الثالث في كل مثلث في الملعب. لو راحت عند تريزيجيه يبقى تريزيجيه وكوكا واحمد سيد زيزو بيكون الراجل الثالث، لا اما في المساحه الفاضيه لا اما بيكون راس مثلث. فدي برضو تحسب لجيس سروب.
دي رقم 4. في بقى حاجة تانية رقم 5 ومهمة برضو، اللي هي ايه؟ لما ببدأ الضغط وانا بحرز هدف بيبدأ ينزل احمد رمضان بيكهام الملعب، بيلعب وبيغير طريقته ل 3-5-2. بيبقى فيه 2 مهاجمين زي احمد سيد زيزو او ايا كان مين، 2 بيضغطوا على 2 المساكين عشان ما يبداوش من تحت، زائد ان هو بيعمل كثافه عدديه في نص الملعب، زائد ان هو بيلعب ببيكهام وياسر وياسين مرعي يقفل الخطوط من اي هجمه مرتده علينا، ودي برضو تحسب لجيس ستروب. الاهلي بقى في مباراه الزمالك، اولا بدانا المباراه ب 4-2-3-1 وهي دي الطريقه الانسب للنادي الاهلي. ديانج ومروان بيرجعوا الاستحواذ للنادي الاهلي وبيعملوا ضغط بشكل رهيب في نص الملعب. دي حاجه. تاني حاجه الاستلام ما بين الخطوط، ان هم بيستلموا ما بين الخطوط ورا ديفندرات الزمالك، فدي برضو بتخلق التحولات للنادي الاهلي وبتعمل حلقه الوصل ما بين نص الملعب والهجوم. فدي اللي انا كنت بفتقدها زمان لو تفتكروا في اواخر مارسيل كولر لما كان بيلعب 4-2-4، فكان بيفضي نص الملعب وما كانش عندي اللاعب الكوارج اللي في نص الملعب اللي يقدر يقوم لي ويبني لي الهجمه من نص الملعب. ما كانش فيه حلقه الوصل اللي هي بتبقى مهمه في كل الماتشات وفي اي فرقه مش في النادي الاهلي بس. فدي حاجه كانت واضحه قوي، والاثنين دايما بيكونوا على راس مثلث في الملعب. اليو ديانج بيكون مع محمد هاني ومعاه بن شرقي، مروان عطيه بيكون مع كوكا وبيكون مع تريزيجيه. وفي نص الملعب بقى في الكرة التانية دايما اللي جايه عليا، الكرة اللي بتبقى مرتده عليا بتلاقي 2 اسودة واقفين في نص الملعب. ده شغل جيس ستروب اللي انا كنت بعمله في مباراه الزمالك. بدات مباراه الزمالك كنت مسيطر، بدات مباراه الزمالك كنت مسيطر في كل حته في الملعب وموزع اللعيبه صح، والمكان اللي فيه الكوره اللعيبه بتعمل كثافه عدديه فيه، ودي كانت ميزه كويسه كنت بفتقدها برضو. كان اللي بيغطي في الماتشات اللي فاتت مين لوحده؟ قبل جيس ستروب كان مروان عطيه لوحده، لكن معاه اليو ديانج ماله نص الملعب ليا. احمد سيد زيزو بيتحرك كرجل ثالث زي ما وضحت لحضرتك النقاط الايجابيه لجيس ستروب، كان بيتحرك كرجل ثالث، وده برضو شغل الراجل ان هو يبقى في 2 لاعيبه في نص الملعب يرجعوا له الاستحواذ، واحمد سيد زيزو يبدا يتحرك في المكان الخطير على الخط، ان هو يعمل سترو او يعمل العرضيه اللي هو بيعملها المميزه، او يتحرك مكان راس الحربه، او يتحرك كراس مثلث في الملعب كله. فدي كانت ميزه في مباراه الزمالك. استحوذت على المباراه في الشوط الاول، استحوذت، قدرت اجمع الكوره، قدرت اخلق فرص لنفسي. ممكن ما اكونش هددت محمد عواد غير بكورتين او 3 في الشوط الاول، تصويب التريزيجيه والهدف طبعا اللي احرزناه وكام عرضيه، ولكن شغل الراجل واضح، شغل اللعيبه واضح، التنظيم واضح اللي احنا شفناه كل الناس شافته. التنظيم، بناء اللعب، الدفاع اللي كنا بنعاني منه، ان انا استحوذ بشكل ايجابي، ان انا استحوذ بطريقه ايجابيه، ان انا اعمل التحولات وانهيها صح، الكره ما بتلعبش عشوائيه، وتحرك زي ما قلت لك زيزو في ظهر الدفاع، دي كانت ميزه برضو. فقدرت اسيطر على المباراه الشوط الاول، قدرت اقفل على مفاتيح لعب الزمالك اللي هو ناصر ماهر، الا احمد عبد الرؤوف، برغم ان احمد عبد الرؤوف مدرب كويس وشكرت طبعا فيه، ولكن يمكن ريحنا من خطوره ناصر ماهر في نص الملعب. هتقول لي خطوره، هتقول لي ناصر ماهر خطير للدرجه دي والكلام ده. ناصر ماهر في نص الملعب لما يبقى معاه الكوره ويكمل الامام بيقدر بيلعب بصير، بيقدر يعمل حلقه الوصل كويس جدا وبيقطع مسافات كتيره بالكوره. لكن لما لعب بيه هاف، طبعا محمد هاني عمل مباراه هايله، ضغط على ناصر ماهر من الاخر، خلاه فقد او البدني عنده فقده، لان محمد هاني كان بيضغط ضغط ايجابي عليه، زائد ان ناصر ماهر كان بينزل يدافع على بن شرقي او على الجبهه بتاعه بن شرقي ومحمد هاني، فاستهلك بدنيا. فدي كانت برضو ميزه ان احنا نضغط على مفاتيح لعب الزمالك ونقفل على مفاتيح لعب الزمالك. تعالى بقى اقول لك على السويتشات اللي بيعملها زيزو مع بن شرقي في الهدف الاول. زي ما انا عارض لحضرتك كده، بن شرقي اتحرك لجوه. اولا جريديشار ده على فكره يا جماعه مش بالصدفه، جريديشار نزل لتحت، الونش جه معاه كمان، اتحرك من مكانه، اتحرك اشرف بن شرقي في المساحه الفاضيه اللي ما بين بن شرقي ومحمد اسماعيل. محمد اسماعيل حب يغطي مكان الونش
وحب يقفل المساحه اللي في ظهر الونش زي ما انا عارض لحضرتك كده، ما لحقش، بن شرقي اتحرك مكان عمر جابر ما غطاش، لعب احمد سيد زيزو الثرو بتاعه او العرضيه بتاعته اللي هو مميز فيها قوي، وقدر يستلم بن شرقي صح قوي. والوضع التشريحي بتاع جسمه، الاستلام هو الجون يا جماعه، الوضع التشريحي بتاع جسمه ان انا استلم كده واوجه وش رجلي في البعيده، الحارس اصلا مش متخيل ان انا وخلاص وقفت ارتكزت على رجلي والكوره راحت عكس جسمي. فالوضع التشريحي بتاع بن شرقي سبب الهدف. دي حاجه. تاني حاجه، عندي مشكله بسيطه في الدفاع عايز اعالجها. اللي هي ايه؟ اولا اللي انا عارضه لحضرتك ده تحرك من لاعب الزمالك اللي هو عمرو ناصر، ودي ما كانتش اوفسايد. لو كانت جت هدف طبعا حكم الرايه رفع اوفسايد، لو كانت جت هدف والفار رجعها كانت هتحسب هدف. عمرو ناصر اتحرك في المساحه الفاضيه اللي هي في ظهر محمد هاني واللي هي في ظهر ياسر ابراهيم. حصلت معايا برضو في مباراه سيراميكا، الهدف اللي دخل فيا اللي هو مروان عثمان اتحرك في وسطهم، ياسر ابراهيم ومحمد هاني اتحرك في وسطهم. فدي لازم اعالجها. انا عارض لحضرتك بالصوره اهو، واضحه قوي، وقلت لك بلاش نخلي الزمالك يلعب في ظهر خط الدفاع في المساحه اللي بتبقى فاضيه دايما. فدي مشكله لازم اعالجها. محمد هاني وياسر ابراهيم او ياسين مرعي وكوكا، المساحه اللي بتبقى في خط ظهرنا عايزين نعالجها، ان انا ما العبش على خط واحد، لا اما العب مان، لا اما اكون واقف صح. ما ينفعش اكمل قدام وناصر وعمرو ناصر يتحرك كتري كده من ورا محمد هاني ويستلم في المساحه الفاضيه. فدي انا مش عايز الخطا ده يا جماعه يتكرر، ولكن مجمل المباراه النادي الاهلي قدم مباراه كويسه جدا، النادي الاهلي قدم مباراه هايله جدا. شغل جيش السروب واضح قوي على النادي الاهلي. كمان الشوط الثاني اللي الناس بتتكلم عليه ان الشوط الثاني اتضغطنا او ما اتضغطناش، طبيعي اي فرقه خسرانه 1-0 بتنزل الشوط الثاني، بدايه الشوط الثاني بيبقى عامله ضغط قوي على الخصم عامه. وانا قلت امبارح بتفرج مع اصحابي، قلت امبارح الاهلي مضغوط الشوط الاول او الشوط الثاني، اول هجمه للنادي الاهلي هيفنشها جون، وجاء الهدف الثاني لمروان عطيه. اللاعب رقم 6 اللي هو طلع بالكوره عملها بوش رجله لطاهر محمد طاهر النموذج، طلع بالكوره على الخط عملها عرضيه لتحت. مروان عطيه كمل اللاعب رقم 6 وركز في اللاعب رقم 6 اللي هو قطع مسافه كبيره جدا في الملعب. اللاعب رقم 6 اللي انا كنت لسه بتكلم عليه ان هو بقى بيكمل في الهجوم، اللي هو اداؤه اتطور في الكره القطريه اللي بيعملها او في حلقه الربط، ان هو بيكمل في ظهر المهاجمين. الكره اتعملت لتحت حطها واحده جون، والهدف الثاني للنادي الاهلي. ده شغل جيش سروب. مجمل المباراه النادي الاهلي هايل، النادي الاهلي قدم مباراه هايله وقدم مباراه كبيره، والحمد لله على الفوز والحمد لله على البطوله الجديده للنادي الاهلي وهو السوبر المصري. عايش النادي الاهلي دايما بجمهوره، والاهلي دايما فوق الجميع، ومبروك لكل جمهور النادي الاهلي. السلام عليكم.